صوفيا انت بترقصي من امتى على قناه الست؟ من اول ما فتحت. من اول ما القناه فتحت انا كنت عارفه الخبر بتاع قبل ما تفتح انها في قناه جديده هتنزل. تمام. فهو معرفتي هو مصطفى ده كلمني وقال لي الموضوع جديد وكده فمحتاجين يعني ممكن تغيري من ديزاين حياتك شويه ان انت تنقلي ده على قناه جديده لقناه الست. قلت له انا كمان كان في دماغي الفكره دي وعجباني بس. تمام. انت امتى قررتي تشتغلي رقاصه؟ لما حسيت ان انا عايزه انفذ ده وارقص وحابه ده. ممكن من 3 سنين 4 سنين. من 3 سنين 4 سنين. 3 سنين 4 سنين حسيت ان انا خلاص بقى حابه انا انزل اشتغل ده امارس المهنه اللي بحبها او الحاجه الموهوبه فيها. طب احنا دلوقتي من 3 4 سنين ومن 5 سنين ومن 10 سنين والمجتمع كده اخد اتجاه التدين والدين والشيوخ والجوامع والصلاه والنقاب والخمار والحجاب. فانت ما شفتيش ان ده تمرد على كل قيم المجتمع ان انت يبقى الدنيا كلها في وادي وانت في وادي تاني خالص؟ هو مش انا الواحد اللي بقى في وادي، يعني انا زي ما قلت لك احنا هنا بلد دي مش السعوديه. مصر مش السعوديه، عشان تحصل فيها هيبقى كله تدين واحد. لو انا بس بقى اللي هبقى متضرره، لا، في ناس كتيره جدا متضرره. التاريخ بتاع الفن الرقص الشرقي كله هيبقى متضرر، كل ده هيبقى يتلغي. ما ينفعش كل ده يتلغي. ليه ما ينفعش يتلغي؟ ده تاريخ بقى. ده تاريخ. انت شايفه ان ما ينفعش يتلغي لانه تاريخ. طبعا في يعني عمالقه فنانات رقص شرقي دول عمالقه سابوا لنا تاريخ واحنا يعني مش احنا بنكمل يعني ده تاريخ. مش عارف اقول لك برضه غير ده تاريخ. انت بترقصي علشان الفلوس ولا علشان انت حابه ترقصي؟ لو ما بعرفش ارقص مش يعني هتحرج صورتي تطلع وحشه. هتحرج حد يقول لي او حد يتكلم ما بينه وبين نفسه لا ما بتعرفش ترقص، هي جسم بس او هي بدله ما بتعرفش ترقص. لكن حابه يقولوا لا صوفيا بترقص، حابه يشوفوا رقص صوفيا مش كستايل واقفه او كعرض واحده واقفه. زي ما بيحصل كتير جدا ان الفنانات بتطلع كجسم بتبص لجسمها وتظهر جسمها وتعمل حركات اغراء بس مالهاش دعوه خالص بالمزيكا. مش شايفه ان الرقص الشرقي او الرقص عموما ما هو الا اختزال لدور المراه كله لكونها بس مجرد جسد؟ هي المراه عامه هي عامه مجرد جسد، يعني فاهم ازاي؟ هي عامه المراه لازم توصفها بحاجه حلوه. بس هي يعني انا حابه اقول اللي بتعرف ترقص عشان هي بتجسد المزيكا، بتسمع بودنها بتجسد بجسمها، مش بتعرض جسمها، بتترجم المزيكا بجسمها. لازم هتترجم المزيكا بجسمها ولازم ده يتغير في الرقصات اللي في مصر. نبقى شطار جدا نفهم يعني ايه رقص شرقي، نفهم يعني ايه حتى لو واحده ودنها مش موسيقيه تفهم يعني تتدرب زي ما بيعملوا الاجانب. يعني الاجانب شطار جدا ومدارس وبينزلوا عندهم يعني مجتهدين قوي اللي هم ينزلوا يحفظوا وينزلوا يعني يطلعوا الصوره بتاعت الرقص الشرقي حلوه. ما بالك بقى المصريه لازم نطلع صوره رقص الشرقي كويس. حصل حد من الاخوان او حد من السلفيين وصل بقى رئيس مصر وبالتاكيد الرقص الشرقي والفن عموما هيتضرر من ورا حاجه زي كده. ده اكيد. ايه خطتك بقى ساعتها؟ هتعملي ايه؟ هتسيبي البلد ولا تقعدي فيها ولا هتبطلي رقص؟ لا انا هقعد فيها، هقعد في البلد. مش هرقص اكيد، يعني هتبقى حال بلد انا عليه. انا قاعده في مصر ودي حال مصر فاكيد همشي عليه، بس مش حابه ده يحصل، مش حابه ده يحصل ابدا. مين الرئيس اللي نفسك ان هو يجي من المرشحين؟ لا بلاش بقى اجابه على يعني. والله نفسي انا بتمنى من ربنا يوفقنا رئيس كويس. يعني نفسي شعب مصر كله يستخير ربنا قبل ما يروح يختار الرئيس بجد. نفسي شعب مصر كله يعني ربنا يوفقه في ان هو يديهم الرئيس المناسب. انت بتستخيري ربنا؟ في حاجات. كم مره استخرت ربنا؟ انا مش عايزه اقول كده عشان هتقولوا لي عليها. لا خالص براحتك. لا براحتك. لا هو بص هو يعني انا من زمان جدا متربيه، يعني انا كنت زمان قوي لابسه خمار وجوانتي وبحفظ قران. دي كانت حياتنا، والدتي منقبه بس دي كانت حياتنا اللي هو يعني القصص الدينيه دي نقعد ونحكيها وكده. واتعلمت ازاي لما اتمنى حاجه من ربنا او داخله على موضوع الله اعلم هكمل في الطريق ده هيبقى وحش ولا كويس، استخير ربنا. يعني والدتي علمتني يعني ايه استخير ربنا، حتى لو مش هصلي استخير ربنا حتى بالدعاء. ايه اهم موقف استخرت فيه ربنا قبل كده؟
والله هو في جوازي خايف ربنا. في اي حاجه في شغلي لما باجي اتمها مثلا داخله على عقد، داخله على شغل معين، بستخير ربنا فيها. تمام. يعني انت بتستخيري ربنا في حاجات تخص الرأس، ففي ناس مش هتفهم ده. لا والجواز مش رأس، الجواز برضه ملوش دعوه بالرأس. طيب في ناس مش هتقدر تفهم فكره ان انا ازاي استخير ربنا وانا داخل على شغل اللي هو عباره عن رأس يعني. لا بص هقول لك حاجه، ما انا استخير ربنا مش للرأس، هو انت حاجه بينك وبين ربنا بتستخيري يا رب اعملها ولا مش هعملها. يعني ده هيبقى ليا فيه الخير ولا لا، ولا الشر. طب لو ليا فيه كذا وفقني فيه، لو ماليش ابعدني عنه. اللي هو لو مش هقدر اعمله وانا بصلي، هقدر اعمله بالدعاء بيني وبين ربنا. بس مش كل حاجه الرأس. يعني انا في حياتي حاجات كتير جدا يعني بدون داعي ذكرها، انا استخرت ربنا كتير فيها، حتى لو مش بالصلاه، بالدعاء. انا بشكرك جدا، وان شاء الله الحوار بالكامل هيتنشر في مجله احنا. يعني اتمنى ان يبقى حوار كويس ويعجب الناس ويحسوا بقيمه مختلفه في هذا الحوار. ميرسي ليك وميرسي للمجله، ويا رب تكون اجاباتي تكون خفيفه ما تكونش مزعله حد، وميرسي كمان مرة. احنا سالناها حوالي 85,000 سؤال، هي جاوبت على 84,000 وكسلت في اخر 1000 سؤال بقى، فمعلش اعذروها يا جماعه والنبي. يا جماعه.